هلا متابعيني، طبعا طلبوا من عندي شوكولات دبي وخاصة بالبيت. قلت احسن ما اشتريها ب20 ب25 ب14 15، خلها انا اسويها بالبيت وباسهل طريقة. تعالوا خلنا نسويها انا وياكم بسوية. طبعا اول ما نجيب هاي الشعرية الباكستانية، سعر الكيس مالتها 500 دينار. طبعا نكسرها ناعم ونضيف لها اما زبدة اما قبر زيت. نخليها على النار نسهيها او نحمصها لحد ما يتغير لونها للون الجوز. طبعا ماكو احد ما يعرف يسوي الشعرية. هاي مثل ما جاي تشوفون مدة 3 دقايق هيك تغير لونها. اتركها تبرد حوالي ربع ساعة 10 دقايق لحد ما تبرد عندي. اجيب عندي هاي الحشوة مال الفستق الحلبي بستاشيو. طبعا انا استعملت نص علبة، هي العلبة مالتها سعرها 4000، انا استعملت نص العلبة. هاي مثل ما جاي تشوفون نلابس الحشوة ويا الشعرية. طبعا تصير الشعرية مال كنافة تصير الشعرية الباكستانية. هاي مثل ما جاي تشوفون. هاي عندي طبعا النسلة اللي استعملها نسلة تركية، هاي الكومبو. انا ناشر لكم فيديوهات هواي عليها وراح اخلي لكم باخر الفيديو الصورة مالتها. سعرها 12000 كيلو ونص يطلع وزنها. اي نسلة تريدون تستخدموها عادي. هاي طبعا عندي قوالب ذني الاستعمال واحد. طبعا ذني مال اصابة ويبر خلص عندي صار ذني زادن عندي، يعني ما مشتريهن ذني قوالب. خليت بيهن السلطة، خليتهن للتجميد مدة 10 دقائق طلعتهن. طبعا ما بعد ما قلبت النسلة اللي بيها كانت. هاي راح اخلي الحشوة مالتي مال بستاشيو والشعرية الباكستانية. طبعا واخلي وراها على الوجه النسلة التركية. طبعا اي نسلة تصير تخلون عادي ماكو مشكلة، بس هاي التركية. وها ملاحظة اكون بدون زيت حتى تجمد عندكم بسرعة، لازم بدون زيت. مثل ما جاي تشوفون خليت النسلة. راح اجيب السباتولة اي شي اعدله بالوجه والزايد ارجعه بالسطلة مالتي. طبعا ذن العلبتين الكبار عائلية استخدمت بيهن تقريبا اقل ربع كيلو نستلة. طبعا صار عندي 2 علب راح اخليهم بالتجميد ربع ساعة واطلعهن. ذني 2 عندي صارت علب ما كلفني، يعني اثنيناتهم ما كلفني 10000 دينار. احسن ما اشتريهم من برا صاروا 21.